وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إذن سيما إثمار بحول الله تبارك وتعالى مع وصايا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسينظر الوصية الثالثة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بعد من زرنا الوصية الأولى والوصية الثانية عندما سن النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة غيتوصيت لأن غيتوصي الأمينس، فقال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال له: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تسد الوصية والثلاثة عندما سن النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الجار يثمر للإسلام له شأن عظيم وله حق كبير يتوصيه زيصار بذنبير. الجار يثمر يتوصيه في اللسر بذنبير. ومن علامة كمال الإيمان الإحسان إلى الجار. فالإحسان يثمر إلى الجار أن تحترمه وتقدره، تحترمه تتقدره وتبتسم إليه، وأن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تتغافر في الأعياد والمناسبات، وأن تحفظ كرامته، أتحفظت الكرامين، وأن تحفظ أسراره وتنشر ترى الأسرار ينس، وأن تحفظ ماله، ما إلا غير عدي والذي تعدي في الملكينس أتحفظت الملكينس تحفظ ماله، وأن تؤدي أمانته، وأن تعده إذا كان مريضا، ما إلا ضموتنا في تصوتر أتسقسيت في اللاس وتدعو الشفاء وتدعو الخير إلى غير ذلك من العلامات التي تدل على الإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أحقني إيلان يكمل الإيمان ينس الإيمان اللي إلا يتحب في ربي ذنبي. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا شو قال؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولاش وين غير اللي كيقرب أنشتن الجاريش ذا الجاريش يقعل من سلحياتك مرة، أو قرأت كشموط أو قرأت تفضل بالك ذا شو تشيد، بالك ذا شو تسويد، ذا شو تخدمط أكثر، بالك ويكني غير كيقرب قال فاميلياش ما لانو اللي لا ذا الجيرانينش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل توصيس الجار، أكني غير توصي من هو ذا ربي غير توصي النبي غير يعز جبريل عليه السلام. فغنى ربي سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى ميلا غيلين الجاري ذي القربين، أما ميلا ورد ذي القربين ويغيلان ذي الجار الدرجة والسناف. أما ثم الزواج ميلا غير ذي الجاري إلا غير ذي القربين. والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب. أكيد ثوون ثلان الدرجة من الجار يوصد في الله ربيع
يوصد في اللس النبي ربي. فغنيك النبي عليه الصلاة والسلام مازال جبريل يتوصي في الجار إنه كميلين نوير أنه سيجعل مور بالورث حتى ظننت أنه سيورثه إنه كميلين نوير أنه غسدف كمور بالورث الذي تسيال بالورث. فمن علامة كمال الإيمان الإحسان إلى الجار. النبي عليه الصلاة والسلام شو دينا؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والله هو اللي ذي المؤمن، والله هو اللي ذي المؤمن، والله هو اللي ذي المؤمن. من ودوي يا رسول الله؟ ننس من ودوي يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وإن مريلان ورفكر لهنا غير الجاريس، وإن غيلان ورح في ضرر للسرار من الجاريس، للسرار من الجاريس مرة غير شريثني وزعيثن. وإن مريلان إيلان ورح في ضرر الكرمينس، وإلا غيلان يتعدي في الجاريس، وإلا غيلان يتسكر الجاريس، وإلا غيلان يتخون الجاريس، وإلا غيلان يتسب الجاريس. نك والله ماذا المؤمن يقول، والله ماذا المؤمن يقول، والله ماذا المؤمن يقول. يعني الإيمان نغي تحبي ربي ذنبي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. نسعى ما جمع تبرعات لفائدة الجمعية الدينية لمسجد تقع في قرية تقع في بلدية صدوق، والله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وين المؤمن حقا؟ الإيمان تحبي ربي ذنبي، الإحسان إلى الجار. ثم غيثما الإحسان إلى الجار ثلاثة: أن تكرمه وتقدره وتحفظ كرامته إلى غير ذلك، فيغي الدرجة مزوات عليه. ما إلا مستخدم طرق الخير وتصوت طرق أنه تصنفعت الجاريك، أستخدمت الخير الجاريك أتسد ويسناف كف عنه الأذى ورأذر الجاريك. ما إلا أذي طرق الجاريك كففت عنه الأذى، ثم الجاريك يمد العبدين لن ورفه مرع، ذي العبدين لن ورقرارا، ذي العبدين لن ورقور الإيمانينس، ذي العبدين لن ورسينارا، والشيم ذي العبدين لن ذي الفاهم، ذي العبدين لن ذي العاقل، ذي العبدين لن ذي المؤمن. سمطيني أذيني ديالنا ربي النبي الصمد شوني لن ذي الحق الجاري. ما إلا من صوتك أذاك أن تتحمل عليه الأذى ما استطعت. غاسو كان الجاري في أذاك، غاسو كان الجاري في عليك المال تشرت خدمة الشيم، تحمل الأذى الجاري ما استطعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أنه وين أذان الجاريس، لأنه غكندني من علامات الإيمان الإحسان إلى الجار. وكذلك في المقابل أذية الجار يثمى كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: الناس من الصحابة غادي يردوا ربي في الناس: ماذا تقولون في الزنا؟ ذا شو راتينين بالزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني الرجل ب10 نسوة
أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لئن يسرق الرجل ب10 أبيات أو بيوت أيسر له من أن يسرق بيت جاره. الحرام ذو الحرام، ذي الزنا، ذي السرقة، ذي الخيانة، ذي الغدر، ذي النميمة، ذي الغيبة. الحرام ذو الحرام، ولكن يعظم جرمه ويعظم إثمه ما إلا يسعى العلاقة ذو الجاري. فوين يسقارون ذو الحرام فوق حرام. ذو الحرام شوف الحرام أين إلا ذو الحرام ما إلا يتعلق ذو الجاري ذو إلا ذو الحرام أكثر. ولهذا يثمى النبي صلى الله عليه وسلم يبينغت أن المظاهر إلا خداعة إدوارا نختار زيسنت إدوارا يثمى نسواك لحس المظاهر الخداعة من صلاة وصيام وحج كل شيء مثل المعاملة، كلش ذي المعاملة. لا تغرنك صلاتك وصيامك ونافلتك وحجك وعمرتك وغير ذلك من الأعمال الصالحة وشتين في تصادت الأيتماش، وبالأخص ما ينام في تصادت الجيرانية. فسلم دايت من الحديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إفساد يون ورقاز رغم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت إذا أحسنت وأني أسأت إذا أسأت؟ يا رسول الله، أمشر ذا علمغ أنه انكير ذي العبد العالية خدم غين العالية، ومشر ذا علمغ أنه انكير ذي العبد نديريا خدم غين نديريا. الناس نبي نسقسي من الجيرانيش، سقسي الجاريش إلا يون المعيار أكبر وأعظم من معيار الصلاة والزكاة. ماشي من العباد كانت ولي كيتسس ضخم ربي في الصلاة 5/5 صلات الجماعة، تفتح في الأول، تقرأ القرآن، تزموت السنين الخميس، تحجو تخم ربي، تولى تدق العمرة. ماشي الويد المعيار تيجي شيء المظاهر كانت ولا انت العباد الا بعد الفلاش ويد العبد العالية، لأنه حكم الفلاش الظاهر يكسنن ذا الجاريش إن يستقسم الجاريش ما إلا غير يهضر يشهد فلاك الجاريش ذا العبد العالية خدمتين ذا العبد العالية مثل تغربي، وما إلا يشهد فلاك الجاريش ذا العبد نديريا خدمتين نديريا. واش تفكي ترى لهلا غير الجاريش ديار الجار العباد السنسني خامن سن سوز بين من القيمة وخامنين على حسب وشو ديار الجاري قلع ديار الجاري قلع يا وين راه يصدغن ديس إلا وذير وين سنة مرة ديار الجار ما إلا غير يشد الجاري ديار الجاري فضيت ديار العابد فضيت والله ديار العابد فضيت وربي. اسأل جارك فإن قال أحسنت فقد أحسنت وإذا قال أسأت فقد أسأت. لأنه ذا الجاري كيقعد من سرارينش، ذا الجاري كيقعد من كلش، فمن إلا تحفظت الأسرارينس واستخدم طالما المال الجاري ضد ديس هو العالية ذا العبد العالي مثليت. أكن نبغوا نهضر في لك العباد وما إلا خدمت المال الجاري صابوت الجاري تهضرت في الجاري ولاش أيني إلا السر وتتشوف غطارة في الجاري والعباد هضر في لك أنه ذا العبد العالي مثليت. والله ما ذا العبد العالي مثليت ما إلا مثليت راه ذا العبد العالي غير الجاري. ثم غيثنا سلم المليح حديث النبي صلى الله عليه وسلم
باش كدني غايتما أنو دويد المعيار يوسد يون ورقز النغور النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن فلانة والحديثين ويختل كم من مرة باش كان على مثايث ما أنه العبرة ذي المعاملة الحسنة ذي الأخلاق الحسنة فقال يا رسول الله إن امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها يا رسول الله يوثن تمطوف ذي ليكزومبل ذي المثل سكنت العباد ذي المثل سننس مرة تزم خلا تتجلى النافلة تصدق تهوين أين إلا عند الخير أخي تفكيتي في سبيل الله ساعة يوم ديفو يون الديفو من ساعة ليش توين إن يصغير أنها تؤذي جيرانها بلسانها تمطوث العالية أزوحيش شيخوص تمطوث إلا تعبد ربي تتزلى تقيم الليل تقرأ القرآن ما شاء الله تزمو النافلة تزمو الاثنين الخميس تصدق تهون تقومي سيك وجيلا إلا أنه يسلط ربي في الناس تأذون الجيرانيس سيلسيس سليطة اللسان تقبح تصوت الجيرانيس سيلسيس قال صلى الله عليه وسلم هي في النار هي في النار العبرة ما يثمى أكن يدي شهد في الله الجاري إذ وين إذ المؤمن فقال عليه الصلاة والسلام قال وصيا خيت وصيا يثمى وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا تبغي تصيلي ذي المؤمن حقانية الإيمان اللي تحب بين ربي ذنبي حذرك بالك الجاري معظم الشكاوي غدي تسنيت مع الجاريس كتيت في الجاريس كثرت الشكاوي في الواقع كثرت الشكاوي بالواقع وفي القضايا في المحاكم يثمى كثرت القضايا في المحاكم بسبب هذا الموضوع الجاري صوت الجاريس الجاري سكر الجاريس الجاري خون الجاريس الجاري صوت الجاريس الجاري وثان الجاريس كثرت الشكاوى والقضايا في المحاكم بسبب هذا الموضوع إيوشو لقلة فهمنا ولقلة علمنا ذا شو يسوى الجار ذا شو يسحق الحق الجار في اللانر فما إلا تبغيت أيما تسيد المؤمن أو ينصر وصيا للبيع صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ربي ذنبي ادعوا يغضي يثمن الحياة أي حياة الحياة السعيدة الحياة الطيبة ألو كان نتعيش يثمن كان ويران غكا الوصايا النبي عليه الصلاة والسلام لنا غير الوالين ثمعيش دي حلاول أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم أكتفي بهذا القدر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى وصية أخرى بحول الله عز وجل بارك الله فيكم